هو ده فعلا مشروع المليون اللي هيكسبك بالملايين وهيلبسك ألماظ. هل يا ترى الفراخ البيضاء بتبيض؟ ويا ترى بتبيض من عمر كام يوم؟ أحلى مشروع هقول لكم عليه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ان نبدا الفيديو تنسوا الصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجه ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا في فلسطين. النهارده الكتكوت الابيض ب30 جنيه، اسعاره عاليه جدا، بيقعد 35 يوم، بعد كده بنبيعه على اوزان. ممكن بقى لو احنا عاوزين نزود ارباحنا نكسب بالملايين بمعنى الكلمه، نقعد الدورة بتاعتنا 140 يوم. طبعا ممكن ننقص 140 دول ل90 يوم 80 يوم بالخلطات. ودلوقتي هقول لكم على الخلطات اللي هنعملها علشان الفراخ بتاعتنا تبدأ تبشر من البيض بسهولة او بوقت قليل جدا، على عمر شهرين ونص بالكتير جدا تبدأ تبشر معانا من انتاج البيض. لكن لو ما نستخدمناش اي خلطات الفراخ بتاعتنا هتبيض على عمر 140 يوم. طبعا لما الفراخ بتاعتنا تبيض مثلا القطيع بتاعنا مثلا هنقول 20 فرخة ومعاهم ديك او ديكين يعني مثلا كده، وكل يوم كده بنجيب يعني مثلا من ال20 فرخة دول 15 بيضة، يعني بنجيب كده في اليومين طبق بيض ودنا الفقاسة. والنهاردة الكتكوت ب30 جنيه، وكمان على رمضان هتلاقوا سعره ارتفع جدا وعدى ال40 جنيه، فده احلى مشروع ممكن تاخده. طبعا البيضة بتتفقس ب3 جنيه او ب3 جنيه ونص بكتير جدا، 3 جنيه ونص. يعني هيبقى عندكم كتكوت كده من مفيش، كتكوت ب3 جنيه ونص من يعني سعر 30 جنيه. وكمان الله اعلم الاسعار هترتفع ولا هتنزل معانا الايام الجايه. فاحلى مشروع ممكن تاخده من الفراخ البيضة اللي انت تشغل دماغك كده وتخلي الفراخ تطلع معاك انتاج وتبدا تبيض معاك، وتبدل البيض ده الفقاسه. لو ما فيش عندك فقاسه فاكيد يعني حد في البلد عندكم بيعمل فقاسه، يعني بيفقس البيض وكده زي ما احنا عندنا كده بيفقسوا عندنا البيضه ب3 جنيه ونص. طبعا لما بقى نجيب البيض بتاعنا ونفقسه فهو هيقعد 21 يوم بالظبط في الفقاسه، وبعد كده هيطلع لنا كتاكيت. ازاي بقى نخلي الفراخ بتاعتنا تبيض من عمر شهرين ونص، 3 شهور بكتير جدا تبقى الفراخ بتاعتنا بشرت خلاص من البيض معانا؟ مثلا نستخدم الشعير قوي جدا في زيادة انتاج البيض، وكمان بيخلي الفراخ تبشر قبل ميعادها بكتير جدا. وكمان معانا الجنزبيل وحبة البركة، والحاجات دي كلها طبعا شرحناها في فيديوهات قبل كده، فيديوهات الفراخ البلدي لزيادة انتاج البيض. برضو دول بيزودوا من انتاج البيض، الشعير، الجنزبيل، حبة البركة، مشروب الحلبة، او ممكن نقدمه كطفل كده على العلف. يعني مثلا كده ممكن نعمل الحلبة نغليها على النار ونقدمها كمشروب على المية، وناخد التفل بتاعها نحطه على ايه، على العلف اللي احنا بنقدمه للفراخ. ده هناخد اعلى زيادة في انتاج البيض، جودة عالية جدا من البيض، وكمان بيخلي الفراخ تبشر معانا بسهولة جدا. وكمان بيحمي الطيور بتاعتنا من اي فيروس او اي بكتيريا، بيحميها من امراض متعددة. كمان لو عندها اسهالات فالحلبة دي قوية جدا، مشروب قوي جدا. وغير كده ان هو بيدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا، يعني هنزود من انتاج البيض وكمان هندي للطيور بتاعتنا او الفراخ البيضة بتاعتنا مناعة عالية جدا. حبة البركة بنستخدم معلقة كبيرة هرمية على كيلو العلف، وبنقدمها كده بنلخبطهم في بعض كده ونقدمها للفراخ بتاعتنا. هناخد اعلى جودة في تحسين البيض، وكمان قوي جدا في زيادة انتاج البيض، بيخلي الفراخ تبشر قبل ميعادها بكتير جدا بفترة كبيرة جدا. يعني حبة البركة ده هيخلي الفراخ تبيض معانا من عمر 3 شهور بس، هتبدأ تبشر معانا يعني 140 دول تقريبا، يعني هيبقى 4 شهور كده و10 ايام تقريبا، 15 يوم 20 يوم، يعني في الحدود دي، يعني هيبقوا داخلين على 5 شهور. لكن بسم الله ما شاء الله احنا هنخلي الفراخ بتاعتنا كده بالخلطات اللي انا قلت عليها دول، ال3 مكونات دول. طبعا انا بجيب لكم مكونات كده بتبقى متوفرة في كل بيت، يعني مكونات كده تبقى في متناول الجميع. يعني ممكن تجيب ب5 جنيه حبة البركة، ب5 جنيه حلبة، ب5 جنيه شعير، وتقدمه للفراخ بتاعتك عادي خالص. مش مهم ان انت تجيب بكميات عالية جدا، هات ب5 جنيه وهم يخلص عندك هات تاني عادي، مفيش اي مشكلة.
لو عملت المشروع البياض ده بسم الله ما شاء الله هتاخد ارباح من الفراخ البيضاء العالية جدا. ده ليه؟ لان اسعار طبعا الكتاكيت زي ما احنا عارفين الناس كلها دلوقتي مش عارفة تشتري الكتاكيت خالص. فانت لما تفتح كده هتفتح بالفراخ البيضاء كده، هتبدأ مشروع صغير كده ب20 فرخة مثلا تبيضهم عندك. ال20 فرخة دول مثلا قولوا مثلا هيجيب لك 18 بيضة 15 بيضة في اليوم، مش هنأفر يعني خلينا في المتوسط كده 15 بيضة. يعني هناخد طبق بيض يعني 30 بيضة كده في خلال يومين. فبسم الله ما شاء الله كده لما نحوش لمدة 10 ايام كده فهناخد تقريبا 150 بيضة او ممكن اعلى من 150 بيضة برضو على حسب الخلطات اللي احنا بنقدمها وزيادة انتاج البيض اللي احنا بنعمله للفراخ بتاعتنا. مثلا هنقول برضو في المتوسط كده 150 بيضة. لما نفقسهم والكتكوت كمان كان ب30 جنيه والبيضة بتتفقس ب3 جنيه ونص. فبسم الله ما شاء الله كده هتاخد اعلى ربح ان شاء الله من دورة الفراخ البياضة عندك. مشروع الفراخ البياضة مربح جدا. يا رب يا حبايب قلبك تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بشكل كامل واكون يعني جاوبت على اسئلتكم. ومع السلامة اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.